خطوات العلاج طفل عنده سكر ان هو بيتوجه لطبيب الاستشاري بتاع سكر الاطفال، لان هو محتاج حاجات مهمه جدا. هو دلوقتي اتشخص والام مفتحه وذكيه ولاحظت على ابنها ان هو بيعمل بول كتير او بيعطش كتير وشكت في الموضوع بتعمل سكر، لقيته عادي. لو سابته هيحصل ايه؟ لو ما اتدخلتش في ساعتها واحد الدكتور المتخصص، الطفل ابنها ده هيخش في غيبوبه سكر اللي بنسميه غيبوبه كيتونيه. فدي الخطوه الاساسيه ان احنا نلقط الطفل في الاول خالص. يروح للشاري بتاع السكر او الغدد بتاع الاطفال، بيعمل ايه؟ واحد بيتكلم عن الانسولين اللي بياخده ايه. الانسولين عباره عن نوعين، نوع قاعدي ونوع مع الوجبات. اثنين بيتكلم عن نظام التغذيه بتاع الطفل ده محتاج قد ايه ووجبته بتقسم ازاي. ثلاثه بيتكلم على حقن الانسولين تتاخد فين واماكنها فين وايه الاماكن الممنوعه وانهي احسن اماكن الانسولين يتاخد فيها، في الايد ولا في البطن ولا في الرجل، وامتى هنا وامتى هنا وامتى هنا. وطبعا المجهود والرياضه والحاجات المهمه جدا، المسافات حتى بين الحقنه والتانيه لازم يكون 2 سم ونص عشان ما ينفعش حقنه تيجي مكان الثانيه. طبعا ساعتها السكر مش هيمتص كويس. لو حصل تليف في الانسجه بتاعت تحت الجلد، لو اتاخد في مكان تاني ممكن يحصل هبوط في السكر.